السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير وصحه وسعاده. وانا النهارده بقى جهزت لكم مقلب جامد جدا جدا. يلا نشوفوا معانا هنتصل بمين وهنعمل ايه. بس ما تنسوش قبل ما تروحوا في اي حته تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو عشان نكبر القناه ان شاء الله، واوريكم احلى شغل واحلى مقالب واحلى شويه حاجات كتير كتير كتير. يلا دلوقتي نشوف هنتصل بمين وهنعمل مقلب ايه. انتظروا المفاجاه. طلع التليفون وهنتصل دلوقتي حالا. ده يا جماعة صاحب اخويا وشغال معاه. تمام، هنشوف دلوقتي هو هيستقبل مننا المقلب ازاي. على فكرة هو لا يعرف ان انا عندي قناة على اليوتيوب ولا يعرف اي حاجة خالص، بقالي فترة كده ما كنتش كلمته. بس انا دلوقتي طبعا هقول له انا مين. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ابو يحيى؟ الله يسلمك. مين؟ ام قمر معاك، هدى السني. ازيك يا ست كل ده؟ حالك اخبارك ايه؟ يا رب يخليك. ازيك يا ابو يحيى؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار ولادك ايه يا ست الحاج؟ تمام والله الحمد لله كويسين. اخبارك ايه؟ كلكم كويسين؟ ربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا ويحيى يبارك وام فيهم. يحيى عاملين ايه؟ بيسلموا على يحيى وبيسلم على خالته او عمته، الاثنين واحد. يا رب يخليك يا ابو يحيى، تسلم يا رب، ربنا يبارك لك فيهم. امورنا حبيبتي. انت فين كده؟ انا فين؟ اه، اشمعنى؟ لا ما فيش، بس عشان احمد قال لي ارن عليك عشان هو تعبان قوي. مين ده؟ احمد اخويا. تعبان؟ اه، انا في فيصل والله، انا في الشغل والله يا بنتي. يعني انت كده في الشغل؟ اه في الشغل اه. احمد تعبان قوي. طب مش عارفه طب اعمل ايه طيب، وعماله اتصل بسيد تليفونه مقفول. طب هو فين دلوقتي؟ احمد احمد. دلوقتي احمد دلوقتي عند الدكتور بره على شارع فيصل كده هو. طب هو سايق؟ عشان انا في الشغل والله يا بنتي انا دلوقتي. طيب ماشي مش مشكلة. طب عارف هو عندي دكتور كده على شارع فيصل بره، بس هو عمال يحاول يوصف لي انا مش عارفة. طب اقول لك ولو كده انت تقول لي المكان انا اعرف اروح له. هو فين طيب كده فين؟ هو عندي دكتور اسمه محمود. في اي مكان، ما الدكاتره في اي مكان. مش سامعاك. في اي مكان، في اي مكان. هو في اي مكان. اه. هو عند دكتور اسمه محمود كده على شارع فيصل بره. علشان ايه؟ قال لي محمد حمدي عارفه. فين؟ انا مش فين، انا ما اعرفوش والله يا بنتي. قال لي دكتور محمود فين دكتور محمود ده؟ فين الدكتور محمود ده؟ اللي ورا العمود. ايه؟ طب انا هرن عليه، انا هرن عليه. ما هو هرن عليه. التليفون بتاعه مقفول. طب انا والله ما اعرف انا فين دكتور محمود ده، والله ما اعرف. هو قال لي دكتور محمود اللي هو ورا العمود، مش عارفه. والله العظيم ما اعرف يا بنتي، والله العظيم. عمود ايه؟ ايه؟ ورا عمود ايه؟ والله ما اعرف. ولا تعرف اي حتى دكتور ممدوح؟ والله العظيم ما اعرف حاجه من دول، ولا رحت معاه للدكتور خالص. ده هو قال لي محمد حمدي اللي راح معايا. انا ما رحتش معاه خالص قسما بالله لاي دكتور يا بنتي والله. يعني انا يعني حاجه زي كده والله العظيم لو اعرف مكان اسيب الشغل واروح. طب اعمل ايه دلوقتي طيب؟ اروح انا فين واجي منين؟ انا مش عارفه هو فين طيب. انا هحاول اوصل للسيد، ما هو اصلا ولا احمد ولا سيد الاتنين التليفونات بتاعتهم مقفوله. طب اتصل بابوك السيد يطلع السيد فوق. ما هو قال لي محمد حمدي اللي عارف دكتور ممدوح. ورب السماء والارض ما اعرف والله يا ما لهوي. اعرف. ده ولا رحت يا ابو عند يحيى ده خطوة دكتور ما أعرف. ممدوح اللي هو فوق السطوح. اي فوق السطوح. والله ما اعرف يا بنتي السطوح ايه. طب انا دلوقتي اروح فين واجي منين طيب؟ اتصل كده من محمد كده هيحاول يوصل للسيد. عارف ده هو كان عنده هناك من اسبوع. ايه؟ كان عنده هناك من اسبوع. والله ما اعرف يا بنتي، اقسم لك بالله العظيم ما اعرف. عارف وهو هناك عند الدكتور قال له هتاكل توم وتقعد بيه طول اليوم.
والله لا احنا من عيال، والله العظيم ما اعرف الدكتور ده ولا رحت معاه خالص عند الدكتور هنا في فيصل. طب انا بقى دلوقتي والله انا اعمل ايه؟ طيب هو اخويا قال لي ان هو معاك، انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ والله ما اعرف، والله العظيم ما اعرف. طب يا ابو يحيى، ايه احنا دلوقتي يا ابو يحيى يعني اقول لك ايه؟ طيب اقولها لك ازاي؟ انا مش عارفه اجيبها لك من انهي حته بالظبط. عايزه ايه قولي. طب اقول لك ازاي؟ طيب يعني انت بتديني فرصتي ان انا اقول وانا اقول لك والله. قولي اتفضلي. طب بس ما تزعلش والله العظيم. والله ما هذا. طب يعني يا ابو يحيى احنا كنا بنعمل معاك مقلب يا ابو يحيى يعني الله يعزك. الله يعزك الله يعزك الله يعزك الله يعزك. طب وبعدين يا ابو يحيى دلوقتي احنا نجيب احمد منين؟ مقلب ايه وتقولي احمد ايه؟ الله يعزك. الله يعزك. ماشي يا ولد. والله العظيم ما ينفع كده. والله انت تسيب له عصايه كده مش عارف ماشي. يعني وبعدين دلوقتي يا ابو يحيى هو فين الدكتور ممدوح اللي فوق السطوح ده؟ يلا يا هدى يلا يا هدى يلا يا هدى. والله العظيم ما ينفع. والله سلامة الله يا هدى، الله يرضى عنك. سلام سلام يا سلام. يا ابو يحيى نعم. طب يعني احنا دلوقتي نذيع ولا ما نذيعش؟ لما تلم على اعصابك بقول لك زياده. لا ما ينفعش يا ابو يحيى. ده انت فيا ورايا والله يا هدى. لا والله العظيم ما ينفع، انت لازم تقول دلوقتي احنا نذيع ولا ما نذيعش. اديني يا احمد. طب اديني يا احمد. والله العظيم احمد مش معايا. يا هدى مين اللي معايا اولا؟ انا اللي معاك والله. والله العظيم انا اللي معاك، هدى السني اللي معاك. طب انت جبتي رقم منين يا هدى؟ انا جبت رقمك منين؟ من احمد اكيد. لا عشان الرقم ده لسه جديد، انا جايبه لسه امبارح. انت جبتي رقم منين؟ والله العظيم انت جايبه بقالك كام يوم. لا يا عم ايه اللي بتقوله ده؟ لا يا عم ما حصلش. اشتغاله يعني. لا ما حصلش، ده من ايام المصنع. الله يعزك يا ولد. يعني دلوقتي نذيع ولا ما نذيعش؟ نعم. يعني خلاص نذيع يا ابو يحيى، قول لي زيعي. ايه؟ ازيع ما زيعش؟ طب خلاص يا ابو يحيى النهارده انت تشوف المقلب ده الساعه 12 بالليل. ماشي؟ يلا سلام يا بنتي. سلام. مع السلامه يا ابو يحيى، السلام عليكم. وابو يحيى زي ما انتوا شفتوا كده ما عرفش دكتور ممدوح اللي على السطوح، ولا عرف دكتور محمود اللي ورا العمود، ولا عرف اي حاجه. هو كل اللي خده ان هو خد المقلب، خد الصدمه، مش عارف يروح فين ويجي منين، لانه في الشغل، والشغل ده فعلا يعني بيبقى محكم عليه جدا ان هو ما يخرجش من المكان ده الا في وقت معين. عملنا المقلب مع ابو يحيى، وهنشوف مقلب تاني مع حد تاني، ونشوف هنعمل ايه. انتظروا الجديد. دلوقتي بس اقول لكم السلام عليكم يا حبايبي.